السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نرجعوا المواقع العسكرية ديال دويلة العدو، وغادي نهضروا في هذا الفيديو على ثاني أكبر مطار عسكري عند دويلة العدو، وهو مطار بوسفر العسكري. هذا المطار فهو جا في غرب دويلة العدو، يعني قريب للحدود المغربية، وجا تحديدا حدا مدينة وهران، أي على بعد 150 كيلومتر من الحدود المغربية. هذا المطار العسكري فهو كيستقبل مختلف أنواع الطائرات والمروحيات ديال الكراغلة، وكيعتمدوا عليه بشكل كبير باش يحمي الاجواء الشماليه ديالهم، زائد يحمي حتى اكبر ميناء عسكري عندهم واللي ورثوه على جدودهم الفرنسيين، وهو ميناء المرسى الكبير، واللي جا حداه هذا مطار بوسفر. وراه سبق ليا وهضرت على هذا المرسى الكبير وطرق استهدافه من طرف القوات المسلحه الملكيه. مطار بوسفر الكرغولي فهم كيحطوا فيه مختلف انواع المروحيات والطائرات الحربيه فحال ميغ 29 والسوخوي 30. يعني الهدف من المطار هو يكون كمطار لاعتراض الهجمات الجويه وحمايه الاجواء الكرغوليه، زائد مؤخرا ولاو كينزلوا فيه حتى الطائرات بدون طيار للمراقبه والاستطلاع. اما اقرب مطار كرغولي قريب لمطار بوسفر فهو مطار المشريه، واللي جا في الجنوب اي على بعد 250 كيلومتر تقريبا، واللي حتى هو داخل في مدى مختلف انواع الصواريخ والدرونات المغربيه، يعني استهدافه غادي يكون في المتناول ومن مناطق امنه ومن العمق المغربي. نرجعوا لمطار بوسفر. هذا المطار كتحمي الدول العدو بمنظومات دفاع جوي قصيره وبعيده المدى، ونقدروا نقولوا انهم دايرين جوج انظمه دفاع جوي بعيده المدى في المنطقه اللي فيها المطار العسكري. الدفاع الاول هو اللي سبق لي وهضرت عليه من قبل، وهو من نوع اس 300 الروسي، واللي حاطاه الدول العدو على بعد 7 كيلومتر فقط من الحدود المغربيه. يعني استهداف هذه المنظومه ديال دويلة العدو واخمادها غادي يكون في اول ساعات الحرب، وغادي تكون من اسهل ما يكون وبمختلف انواع الاسلحه، حيت غير المدفعيه المغربيه فهي قادره باش تقصف هذا الموقع وبكل سهوله، او نضربوه غير بالدرونات الانتحاريه من نوع سباي اكس، واللي عندها مدى اقصى كيوصل ل 50 كيلومتر. يعني هذا الموقع فما عمره ما غادي يقدر انه يشكل خطر على قواتنا المسلحه الملكيه. اما الدفاع الثاني فهي قاعده دفاع جوي واللي جات حدا مطار بوسفر، واللي بعيده على المطار غير بشي 9 كيلومتر تقريبا، وبعيده حتى على ميناء المرسى الكبير غير بشي 2 كيلومتر. يعني هذه القاعده واللي فيها منظومه اس 300 زائد غالبا غادي يكون فيها حتى بانيتسير قصير المدى وبوك متوسط المدى، فهي باش معوله الدول العدو انها تدافع على المنطقه من مختلف الهجمات الجويه، فحال الطائرات المقاتله والصواريخ الباليستيه وصواريخ الكروز والدرونات الانتحاريه. وبالتالي فخاصنا نديروا اولا اخماد للدفاع الجوي الكرغولي، ثم ثانيا نضربوا مطار بوسفر بالصواريخ باش نخرجوه من الخدمه بشكل نهائي. والمغرب اليوم ولات عنده اختيارات كثيره باش يقدر انه يدير مهام اخماد الدفاعات الجويه وتدمير المطارات، خصوصا واننا كنهضروا على موقع اللي بعيد غير ب 150 كيلومتر فقط من الحدود المغربيه. واذا بغى المغرب انه يضرب هذه الاهداف بشكل فعال ويدير خدمه نقيه بكل معنى الكلمه، فيمكن ليه يدير نفس الطريقه اللي كيستعملوها الاوكران او الروس او الايرانيين ملي كيبغيو يستهدفوا شي موقع مهم. وانا هنا كنقصد القصف بكل انواع الاسلحه، يعني ضرب عده مواقع قراب لبعضياتهم وباسلحه اللي كطير على ارتفاعات مختلفه، فحال صواريخ باليستيه يعني ارتفاع جد عالي، زائد صواريخ تكتيكيه على ارتفاع متوسط، ثم درونات انتحاريه وصواريخ كروز على ارتفاع منخفض. وهذه القضيه فهي كتخلي انظمه الدفاع الجوي المعادي ما تقدرش ترصد وتتبع كل الاهداف، حيث اذا الرادارات ركزات على الاهداف العاليه فهي ما غاديش تقدر ترصد المنخفضه، واذا ركزات على الاهداف اللي جايه على علو منخفض فما غاديش تقدر تشوف اللي على ارتفاع عالي ومتوسط. المهم قواتنا المسلحه الملكيه يمكن لها تستهدف قاعده الدفاع الجوي ومطار بوسفر والمرسى الكبير في نفس الوقت. يعني غير رشقه صاروخيه بثلاثه ديال الصواريخ اتاكامس واللي كتكون مسلحه براس عنقودي على مطار بوسفر، فهي غادي ترجع كل الطائرات والمروحيات والاجهزه والبنايات، وغادي يوليو غربال وبالتالي دمار مؤكد وشامل. زائد يكونوا رشقات اخرى من راجمات البولس بصواريخ بريداتور هاوك وتحديدا براس حربي متفجر، ثم درونات انتحاريه متوسطه المدى على المرسى الكبير وعلى البنايات اللي في الميناء. يعني نقدروا اننا نديروا اكبر قدر من الدمار والشلل للميناء العسكري. اما الدفاع الجوي اللي كيحمي هذا الموقع فيستاهل حتى هو غير ضربه بدرونات انتحاريه زائد صواريخ باليستيه تكتيكيه من نوع اتاكامس باش نضمنوا التدمير الكامل للمنظومات والرادار ومراكز التحكم. وهادشي اللي كنهضر عليه فراه دار على ارض الواقع،
وتحديدا ملي كانت اوكرانيا كتستهدف المطارات ديال الروس وكتضربهم بالصواريخ الباليستيه التكتيكيه اتاكامس اللي كتطلقها الهيمارس، وهي تحديدا كانت كتستعمل الراس العنقودي، وبالتالي كتضمن انها دمرات منظومات اس 400 اللي كتحمي المطار، ثم كتكون دمرات اغلب الطائرات والمروحيات اللي كيكونوا في الموقع. وفي حال هذه الهجمات فهي ماشي صعيبه على قواتنا المسلحه الملكيه، حيث المغرب طور قدراته الهجوميه بشكل كبير باش يولي قادر على هذا النوع من الهجمات. وكخلاصه فاي استهداف لمطار بوسفر وحتى مطار المشريه اللي حتى هو كيبعد على الحدود غير ب 130 كيلومتر فغادي يفتح لينا الاجواء ديال شمال شرق غرب دويلة العدو وبشكل كامل، حيث اقرب مطار عسكري لبوسفر وحتى المشريه فهو بعيد بشي 500 كيلومتر تقريبا، وبالتالي صعوبه كبيره في توفير التغطيه الجويه لهذه المنطقه. وراه نفس التكتيك يمكن يستعملوا المغرب على مطار بشار ومطار حماقير وام العسل وتندوف، وهي 4 مطارات رئيسيه واللي جات قريبه للحدود المغربيه غير بما بين 50 و 100 كيلومتر. وهاد المطارات فهي كتغطي طول الحدود مع المغرب، يعني اي ضربه لهاد المطارات فغادي تخلي الدويلة العدو بدون تغطيه جويه، وغادي تسبب لهم فشل الكامل على مستوى القوات الجويه والدعم الجوي. حتى هنا غادي يكون الفيديو سالا، نتلاقاو في الفيديو القادم، مع السلامه.